خلينا نقول إن في حاجة في حياتنا اسمها الإجابة النموذجية، اللي هي بيبقى النص فيها صح أوي، والكتابة صح أوي، والصياغة صح أوي، والإملاء صح أوي، وكل حاجة فيها بتبقى مضبوطة أوي، واللي بيعملها بيجيب الدرجة النهائية. النموذج ده موجود في كل حاجة في حياتنا، وموجود برضه على نموذج العلاقات، لكن الحقيقة إن إحنا نحققه على مستوى العلاقة شيء مرهق جدًا، شيء صعب، ومش هو ده الحل الأمثل إن تكون العلاقة موجودة في الاتزان. إن يكون فيها كل حاجة مثالية وكل حاجة مضبوطة جدًا، ده في حد ذاته بيرهق العلاقة. شكل كبير جدًا من أشكال اتزاننا واستمتاعنا بالعلاقة إن إحنا نتقبل إنها ما تكونش بالإجابة النموذجية، إنها ما تكونش بالشكل المثالي اللي كل حاجة فيه صح أوي، إن إحنا نتقبل إن في العلاقة هفوات وفي العلاقة ثغرات، وإن ممكن شوية تبقى up and down وممكن شوية تبقى متزنة وشوية لأ. تقبلنا وتفهمنا أصلًا للجانب ده من جوانب العلاقات بيخلينا أكثر اتزانا، أكثر اتزانا مع نفسنا، وأكثر اتزانا كمان على مستوى العلاقات. إن إحنا نقبل ده يبقى إحنا هنعرف نتعامل معاه، وهنعرف نتقبله، وهنعرف نعالجه، وهنعرف نمر منه بسلام. بس كده.